كما قلت لكم أعزائي المشاهدين، الفيفا هي منظمة فاسدة فيها الفساد. دونالد ترامب تدخل، اتصل بأنفانتينو لكي يحذف البطاقة الحمراء. هذا مصورة بالذكاء الاصطناعي ولكن تعكس حال الواقع. قلت لكم من قبل أنا في صدد تحضير ملف وفيديو بخصوص الفساد الموجود في الفيفا، يعني راح يكون مبني على أمور واقعية ومنطقية بالأدلة. أعزائي المشاهدين راح تشوفوا الفيديو وتصدقوني، لأنه أنا لما أنتقد الفيفا الناس يجي يقول لك اسكت علينا وأنت وين تعرف الفيفا إلى آخره. الأمر واضح، الناس راهم فايتين بسنوات ضوئية في كشف هذه الفضائح، وهاي اليوم أمام أعينك دونالد ترامب يتواصل مع أنفانتينو ويقول له يلا يا عبد، لأنه أنفانتينو هو عبيد للشخصيات الكبيرة، هو عبيد لدونالد ترامب على فكرة يا المشاهدين. يقول له أوكي با سوسي، سأحذف البطاقة الحمراء. والآن أمريكا يعني فضيحة هذا البطولة، فضيحة هذا الكأس صراحة. ولتذكركم فقط، هاي لقطة البطاقة الحمراء، هاي لقطة البطاقة الحمراء، يعني كان بقي له فقط أنه يا لا لقطة البطاقة الحمراء هذه ما فيها الشك، هذه تشبه لقطة ليونيل ميسي على عيسى ماندي اللاعب الجزائري، كان يستحق عليها بطاقة حمراء لا نقاش فيها. ولكن لسوء الحظ الفيفا والفساد الموجود في الفيفا يخليك تطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة عزيزي المشاهد، وتخليك تحوس تفهم هل حقا هذه كرة قدم تلعب على جزئيات بسيطة في التكتيك إلى آخره، أم أنه تلعب في الكواليس صراحة يعني. وراح نشوف المزيد من الفضائح بعد ما عرف دونالد ترامب بأنه جماهير كرة القدم يعني هم جماهير ذكية شوية، ماشي كما كان يتوقع. خرج وتكلم، راح نترجم لكم على المباشرة يا المشاهدين كلامه بخصوص هذه اللقطة والبطاقة الحمراء. تبع معي. قال لهم أنا شخص أحب الرياضة، أنا كنت رياضي وأفهم الرياضة. أسمع وش قال، شوف تناقضه. قال لك أفهم الرياضة very well، نفهم الرياضة جيد جدا، وهذا لم يكن خطأ. أعزائي المشاهدين شفتوا اللقطة ولا ما شفتوش؟ قال لك لم يكن خطأ. أوكي. قال لك كان رجلين يجريان واصطدما في بعضهما البعض. قال لك لما تكون يعني رجلك تكون تجري ليس بإمكانك أنك تضعها بطريقة جميلة تحت رجل، هكذا يزورون التاريخ أعزائي المشاهدين. اللقطة تشوفها بعينيك أنه كاد أن يكسر له رجله وهو يقول لك لا لم يكن خطأ، يعني لم يتحكم في رجله فقط. قال لك هما رياضيان رائعان اصطدما ببعضهما البعض، وهذه راهي توافق دير له هكا. تبع يعني توافقوا، عندك الحق. سبحان الله العظيم. اسمع، قال لك والحكم، وهذا الحكم يعني مشكوك في أمره. الحكم إذا بحثتم في تاريخه، قال لهم أنا لا أريد أن أقول هذا، هو قال، وهذا فقط لكي يدور الناس على الحكم ويدير ملف وقضية للحكم. ما تشوف الاستراتيجية التي تمشي في العالم، هذه هي الاستراتيجية. أمريكا تسيطر على الإعلام، وحتى هنا الأمر على المباشر يخليك تكذبه ويخليك تصدق ما يقوله دونالد ترامب. قال لهم أنا لا أحب أني أخلق المشاكل، وهو قالها أمام الملايين من الناس. يقول لك لا أنا لا أحب أن أتكلم هكذا. أوكي. قال لهم مشكوك في أمره suspect. قال لهم إذا أردتم نعطيكم الماضي تاعه. من هذا الحكم أعزائي المشاهدين؟ راح نتكلموا عليه بعد هذا الفيديو. قال لهم لقد قام باتصال، ولا واحد ممكن أنه يصدق هذا الاتصال، يعني أعتقد بأنه صافر. أعتقد أو يتكلم هنا على إعادة اللقطة بالعرض البطيء. قال لك أعتقد في بعض الرياضات ممنوع أنك تشوف بسلو موشن، يعني بالعرض البطيء. قال لك لأنك إذا أخذت جزء من الثانية ترى يد تلمس العنق أو شيء من الأشياء هذه. قال لك ولكن لما تشوفها بسرعة قال لك ستراها شيء عادي. عزيزي دونالد ترامب، كرة القدم ليست WWE، كرة القدم تلعب، وهذه اللقطات مدام دخلتوا الفار طبقوا الفار على كل الفرق، لا تطبقوا الفار على الفرق التي تساعدكم في مخططاتكم. قال لك اصطدم فقط. قال لك لم يقم بأي شيء خاطئ. قال لك هو واحد من أحسن لاعبي منتخبنا،
And he gave him a red card. I didn't know what وأعطاه البطاقة الحمراء. اسمع وش قال. that meant. I didn't قال لك لم أفهم ما هي البطاقة الحمراء، لم أعرف ما هي البطاقة الحمراء. وهو في البداية قال لك نعرف الرياضة ونعرف عن ماذا أتكلم. think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game قال لك ثم فهمت بأنه ليس بإمكانه أنه يلعب المباراة القادمة. at least in the next game. I said, boy, that's a big, if it happened to ثم قال هذا أمر كبير. ثم هنا راح another يتكلم player, it would have been unfair, but when they take your best player or just about, they have some لا قال لهم الأمر هذا لو وقع للاعب آخر عادي، ولكن لما يأخذوا لك واحد من أفضل اللاعبين فهذا أمر غير عادل. يعني هو ضرب وأخطأ ثم يصبح الأمر غير عادل. هذا ما يحدث في فلسطين، نفس الشيء، يشوهوا لك صورتهم بطريقة أو بأخرى. great players, and they say you can't play. That's very unfair. قال لك غير عادل. الأمر الذي حدث غير عادل، غير عادل. It's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that has شوفوا وش قال لك. قال لك عادي أنك تقوم بمعاقبة اللاعب في مباراة، ولكن كيف تعاقبه في مباراة أخرى؟ هذه قوانين ونحن نحترم القوانين. أما إذا كانت هكذا فنتمنى مثلا إذا ميسي خرج بطاقة حمراء يتصل الرئيس الأرجنتيني يرجع ميسي إلى المباراة. إذا وقع شيء مثلا للمنتخبات الأخرى كذلك، يعني يلا تبدا كرة سياسة، ما بقاتش كرة قدم. been played yet. It's very unfair. You can't do that. So صراحة لا أطيق هذا النفاق لا أطيقه. yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected. قال لهم تكلمت مع شخص في الفيفا، طلبت منه إعادة النظر في هذا القرار، وهذا الشخص كبير جدا في الفيفا. And by the way, whose level of respect has gone up tenfold. قال لهم وبعد هذا الأمر مستوى الاحترام لهذا الرجل زاد الضعف. And he was good before this started, but وقال لك هو كان محترم من قبل. he really pushed it in this country. I'm the one that got حول him ولا to do قوة it. It إلا was not Biden. Biden was asleep. أنا أتكلم على بايدن. قال لهم هذا الشخص لم يكن بايدن يعني لن يقوم بهذا الأمر. I got him to do it. In fact, it was very sad because I got him to do it, and if the progression was normal, I would have been retired now. The Democrats are saying أعزائي المشاهدين هنا الفيديو راح يخلص، ولكن شفتوا يعني كيف يتكلم ابتزاز كبير جدا، ويرجع لك أمر غير عادي يرجعه لك عادي. هو أمر غير عادي. تعاقب خويا مثلك مثل كل اللاعبين بطاقة حمراء السلام عليكم. ولكن انت يا دونالد ترامب شوف اللقطة، شوف اللقطة. قال له اصطدام عادي. شوف اللقطة، سيد قريب ما كسر له رجله، قال له اصطدام عادي. يا فقط لأنه لاعب مهم في المنتخب الأمريكي يعني لا نعاقبه عادي. يعني هذا تويت من دونالد ترامب. Thank you FIFA for doing what was right. شكرا لفيفا على قيامكم بما كان حقيقي أو صحيح. and reversing a great injustice اللي كان يعني عبارة عن ظلم كبير. President Donald J. Trump يعني كأنه يقول لك كان هذا ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو اللاعب على فكرة يا مشاهدين. كل الميديا تكلموا على أن هذا الشخص أخطأ ويستحق البطاقة الحمراء. فغدا يعني اليوم ديجا كاين مباراة برتغال مع إسبانيا. لما تحدث المباراة هذه يعني إذا وقع مثلا لاعب بطاقة حمراء مثلا رونالدو، نتمنى من رئيس البرتغال يتواصل مع رئيس الفيفا، وهنا يعني يخرجوا أيضا يحذف له البطاقة الحمراء. ولكن لا أعتقد بأنهم سيقومون بهذا الشيء مع رونالدو، سيقومون به مثلا مع ميسي. فإلى أين يا الفيفا؟ إلى أين؟ يعني قضايا الفساد بسبب كثرتها الفيديو راح أخذ مني فترة طويلة، لأنه أنا أشتغل عليه على الأقل حوالي ساعة في اليوم أو ساعتين في اليوم، لأنه الفيديو فيه أفكار كثيرة. فالفيفا فساد كبير جدا يحدث فيها، لأنه ما كانش هناك رقابة، ما كانش هناك استعمال للسلطة. إن شاء الله خير.